مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. أثار مقطع فيديو يظهر اعتداء موظفين في شركة نقل تونس على رجل مسن بعد اعتراضه على خدمات الحافلات العامة حالة من الغضب والاستياء في صفوف التونسيين دفعت الشركة إلى توقيف المعتدين. ووقعت الحادثة في محطة للحافلات بتونس العاصمة، حيث أظهرت لقطات مصورة رصدتها كاميرا أحد المواطنين أعوان الشركة يحيطون بالرجل المسن وينهلون عليه بالضرب وسط شارع ممتلئ بالمرة، حيث قام أحدهم بصفعه بكل قوة خلف رأسه، في حين قام آخرون بدفعه في عدة اتجاهات والاعتداء عليه، وذلك بسبب اعتراضه على عدم صعوده الحافلة رغم امتلاكه تذكرة قبل أن يتدخل مواطنون ويدافعون عنه. وتفاعلا مع موجة الغضب، أعلنت شركة نقل تونس إيقاف الموظفين وفتح بحث إداري، مشيرة إلى أن ما حصل تصرف لا مسؤول لا يمثل القيم المهنية التي تلتزم بها المؤسسة. وكما نشرت وزارة النقل بيان اعتذار للمواطن، وأكدت أن الحادثة لا يمكن التسامح بها أو تمريرها دون اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب. ويفيد وزير النقل أنه في ظل تجند الدولة بالكامل لتأمين تنقلات المواطنين تابعا لما أذن به رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، فإنه من غير المقبول حصول مثل هذه الحوادث المتناقضة مع أهداف الدولة وسياستها.